تحدي النص مليون جنيه في 7 اسابيع. بسم الله الرحمن الرحيم. خلصنا الاسبوع الثاني من التحدي، ولكن في الاسبوع الثاني ظهرت تحديات جديده ومشاكل جديده، ولكن بفضل الله مكملين. واول حاجه اشتغلت عليها ان انا غيرت استراتيجيه التحدي. وعشان اكون واضح اكتر معاك، فمبلغ النص مليون جنيه او ال 35,000 درهم دول اساسا ديون عليا. النهارده هقول لك ان نص المبلغ ده عباره عن اوت ستاند بالانس لشركات انا كنت بتعامل معاها، وعشان احط استراتيجيه واضحه للتسديد فكلمت الشركات دي كلها واتفقت معاهم على طريقه معينه للتسديد. ولكن المفاجاه ان معظم الشركات دي متابعين التحدي اللي بعمله، عشان كده ادوني اسعار جديده اكمل بيها التحدي. ودلوقتي هقول لك نتيجه الاسبوع الثاني، بس في حاجه مهمه جدا لازم اقول لك عليها. عشان اوصل لنسبه ال 100% فالمفروض ان انا اعمل 14.3 كل اسبوع لمده 7 اسابيع عشان احقق النص مليون جنيه او ال 35,000 درهم. فالاسبوع الاول الحمد لله تخطينا النسبه دي وعملنا 20%، ولكن الاسبوع الثاني للاسف عملنا 3.33% فقط. بس المعلومه المهمه والخبر الحلو ان ال 3.33% دي توتال نت بروفيت مش توتال سيلز. فانا عايزك تبقى فاهم ان التحدي ده بعمله من النت بروفيت، وبرغم التحديات والمشاكل اللي حصلت في الاسبوع الثاني الا ان باذن الله مكملين. وهي الفكره كلها انا عايزك تشوف ان في حد بيحاول، في حد بيحارب، في حد عنده امل. بص انا عارف ان التحدي ده مش مهم لاي حد، ولكن ما دام وصلت معايا لغايه هنا فانت شاهد على واحد بيحاول، والواحد عنده امل، والامل ده انا عايزه كمان يوصل لك. عايز يوصل لك امل انك تحاول، امل انك تجرب، امل انك على الاقل تبقى عارف فين نقطه البدايه عندك وتبدا. بص انا عندي تخوفات كتير، خايف ان انا افشل، خايف ان انا اخسر التحدي ده. التحدي ده بالنسبه لي مش مجرد ان انا حاجه بتحدى بيها نفسي، لا دي مرايه انا شايف نفسي فيها وعايز اثبت لنفسي انا هقدر اعمل ده ولا لا. انا عملت الكلام ده قبل كده في ظروف كانت احلى من كده بكتير، ولكن في الوقت اللي انا فيه ده فده اصعب وقت في حياتي. ففي اللحظه دي انا بشوف فيها امكانياتي، بعرف فيها قيمه نفسي. بص كل التخوفات دي في النهايه لو ما عملتهاش مش هعرف قيمه نفسي. فلو كسبت التحدي فتمام جدا، لو ما كسبتوش هبقى عارف قيمه نفسي او هبقى عارف انا وصلت لايه، والنقطه اللي انا وصلت لها ابدا اشتغل عليها عشان اعمل لها ابجريد وابدا احسن فيها. فحاول وجرب وما تخافش وسيبها على الله، ربنا مش هيسيب حد بيسعى وبيتعب. كده يبقى ختمنا الاسبوع الثاني الحمد لله بنجاح، بنتيجه مرضيه جدا اللي هي 23.68% من اصل مبلغ نص مليون جنيه، والحمد لله مكملين. وان شاء الله الاسبوع الجاي كمان نوصل لنتيجه مبهره عن الاسبوع اللي فات. اشوفكم على خير، سلام عليكم.